إيه هي البطارية النووية؟ النهاردة هنتكلم عن نوع بطارية محدد جدا وقليل اللي يعرفه، لكنه بيشغل بعض من أهم المهمات للبشرية، البطارية النووية. عمرك فكرت إزاي المسابير الفضائية اللي بقالها عقود بتسافر في الفضاء بتقدر تشتغل وهي بعيدة قوي عن الشمس؟ عشان نفهم يعني إيه بطارية نووية لازم الأول نفهم المفهوم الأساسي اللي مبنية عليه، التحلل الإشعاعي. أكيد سمعت عن الإشعاع قبل كده، صح؟ طيب الإشعاع بيطلع من عناصر غير مستقرة بتحاول تبقى أكتر استقرار. لما النواة الذرية بتكون غير مستقرة بتطلق جسيمات وطاقة بشكل تلقائي عشان توصل لحالة أكتر استقرار. العملية دي اسمها التحلل الإشعاعي أو التحلل النووي. لما ده بيحصل العنصر غالبا بيتحول لعنصر تاني عشان النواة ممكن تفقد بروتونات في العملية دي. بس ايه علاقة ده بالبطارية؟ بص، كل الطاقة اللي بتتحرر أثناء التحلل ممكن نستفيد منها ونولد كهرباء. تخيل عملية طبيعية بتطلع طاقة بشكل مستمر من غير ما تحتاج تشحنها ومن غير وقود خارجي، بس الطبيعة بتعمل شغلها. بطارية نووية، واللي معروفة كمان باسم مولد كهروحراري بالنظائر المشعة أو RTG. هي جهاز بيولد كهرباء من الحرارة اللي بتطلع من التحلل الإشعاعي للنظير المشع. بس تعالوا نحاول نبسطها شوية. على عكس البطارية العادية اللي بتخزن طاقة كيميائية وبتطلعها تدريجيا لحد ما تخلص، البطارية النووية تستغل الطاقة الطبيعية اللي بتطلع من تحلل العناصر المشعة بشكل مستمر. بس ازاي بالظبط ده بيشتغل؟ الفكرة بسيطة. لما النظير المشع بيتحلل هو بيطلع حرارة. الحرارة دي بيتم التقاطها وتحويلها لكهرباء عن طريق عملية كهروحرارية. تخيل مادة خاصة بتقدر تحول فروق الحرارة لكهرباء. لما تحط المادة دي بين مصدر سخن اللي بيجي من التحلل الإشعاعي ومصدر بارد زي الفضاء الفاضي، هي بتولد تيار كهربائي. كأن عندك شمس صغيرة مشعة جوه كبسولة بتسخن باستمرار ناحية من المادة الخاصة دي. دلوقتي هنفهم أكتر إزاي الحرارة بتتجمع وبتتحول لكهرباء. النظير المشع بتتحط جوه كبسولة حماية متحصنة كويس جدا. النظير المشع ده بتتحلل بشكل طبيعي وبتطلق جسيمات ألفا أو بيتا اللي بتخبط في الذرات اللي حواليها وبتولد حرارة. الحرارة دي مش بتروح على الفاضي. الحرارة دي بيتم التقاطها عن طريق مادة اسمها المزدوج الحراري أو العنصر الحراري الكهربائي. المزدوج الحراري هو في الأساس جهاز مصنوع من مادتين مختلفتين متوصلين مع بعض. لما تسخن طرف المزدوج الحراري وتخلي الطرف التاني بارد، الإلكترونات في المادة السخنة بتاخد طاقة وبتبدأ تتحرك ناحية الطرف البارد. الحركة دي للإلكترونات هي بالظبط اللي بنسميها التيار الكهربائي. كل ما كانت فرق الحرارة بين الطرفين بتوع المزدوج الحراري أكبر، كل ما التيار الكهربائي اللي بيتولد هيكون أكبر. في الفضاء الطرف البارد بتاع المزدوج الحراري بيبقى بارد جدا عشان الفضاء فراغ ومفيش هواء ينقل الحرارة. ده بيخلق فرق حرارة ضخم بين الطرف السخن اللي بيتسخن بسبب التحلل الإشعاعي والطرف البارد اللي بيتبرد من الفضاء. فرق الحرارة ده هو اللي بيخلي البطارية النووية فعالة جدا في الفضاء. لو كنت اتعاملت قبل كده مع شريحة بلتير اللي بتستخدم في بعض الثلاجات وأنظمة التبريد وفلاتر المية، هي بالظبط مزدوج حراري، بس في حالتها احنا بنضخ فيها تيار كهربائي عشان نولد فرق في درجة الحرارة بحيث ناحية بتسخن والتانية بتبرد. بس لو فصلت الشريحة بلتير دي وسخنت ناحية وبردت الناحية التانية، لو استخدمت المالتيميتر على الشريحة هتلاقي انها هتولد كهرباء عن طريق فرق درجة الحرارة بين الناحيتين. اكتر النظائر المشعة اللي بتستخدم في البطاريات النووية هم البلوتونيوم 238 والنيكل 63. البلوتونيوم 238 بيستخدم كتير في التطبيقات الفضائية لأنه بيطلع جسيمات ألفا، ودي سهلة بتتغطى ومش بتمثل خطر كبير من الإشعاع لو الجهاز متقفل كويس. لما البلوتونيوم 238 بيتحلل
بيطلع كمية ثابتة من الحرارة على مدار سنين كتير. هو عنده اللي بنسميه عمر نصفي 87 سنة، وده معناه انه بياخد 87 سنة عشان نص الكمية الأصلية تتحلل. ده بيضمن ان البطارية تفضل تولد حرارة وكهرباء لعقود طويلة. أما النيكل 63 فهو بيطلق جسيمات بيتا، وبيستخدم في تطبيقات أحدث في بطاريات أصغر حجما. عنده عمر نصفي 100 سنة، وده بيخليه مناسب برضه للتطبيقات اللي بتحتاج تدوم لفترة طويلة. بس إيه هي الميزة الكبيرة للبطاريات دي؟ ممكن تشتغل لعقود من غير ما تحتاج تتشحن. في حين ان البطارية العادية بتقعد ساعات او ايام، البطارية النووية ممكن توفر طاقة لمدة 50 سنة او اكتر، وده حسب نوع النظير المشع اللي بيستخدموه. تخيل بطارية تحطها في الجهاز ومش هتحتاج تقلق عليها نص قرن. بس ممكن تسأل نفسك، فين البطاريات دي بتستخدم؟ اكتر اجابة مدهشة هي في الفضاء. المسابير الفضائية فوياجر 1 وفوياجر 2 اللي اتطلقت سنة 1977 ولسه لحد دلوقتي بتبعت بيانات للأرض، بتشتغل ببطاريات نووية. فوياجر 1 دلوقتي على بعد أكتر من 26 مليار كيلو متر من الأرض، يعني تقريبا يوم ضوئي بعيد عن الأرض. في منطقة في الفضاء الشمس فيها ضعيفة جدا لدرجة إن الألواح الشمسية مش قادرة تولد طاقة كفاية. من غير البطاريات النووية المسابير دي كانت بطلت تشتغل من زمان. مثال تاني مدهش هو المركبة الجوالة كيوريوسيتي اللي استكشف المريخ. هو كمان كان بيشتغل ببطارية نووية طول مهمته. على سطح المريخ ضوء الشمس ضعيف جدا علشان الألواح الشمسية تولد طاقة كفاية، خصوصا وقت العواصف الترابية اللي ممكن تستمر الأسابيع. البطارية النووية ضمنت إن الروفر يفضل شغال حتى في الظروف القاسية دي. بعيدا عن المهمات الفضائية، البطاريات النووية ليها استخدامات كمان في الطب. بعض أجهزة تنظيم ضربات القلب مثلا كانت بتشتغل ببطاريات نووية زمان في السبعينات، وده كان بيضمن إن الجهاز يشتغل سنين طويلة من غير ما يحتاج عملية جراحية عشان يتغير. لكن في الآخر البطاريات النووية اتبدلت ببطاريات الليثيوم بسبب التكلفة العالية للبطارية النووية، وكمان علشان الدوائر الإلكترونية وقتها كانت بتبقى قديمة بسرعة. دلوقتي الباحثين شغالين على تطوير استخدامات جديدة للبطاريات دي في أجهزة استشعار عن بعد وروبوتات الاستكشاف، وكمان في أجهزة طبية مزروعة في الجسم تاني. تخيل جهاز استشعار محطوط في منطقة نائية في القارة القطبية الجنوبية علشان يراقب التغيرات المناخية. الجهاز ده لازم يشتغل سنين من غير صيانة، وفي مكان مستحيل تبدل فيه البطاريات بشكل منتظم، وعشان كده البطارية النووية هتكون مثالية للتطبيق ده. باحثين صينيين قدموا مؤخرا نموذج أولي جديد لبطارية نووية هجينة بتجمع بين التحلل الإشعاعي وتكنولوجيا الخلايا الشمسية، وده بيوعد إنه يزود كفاءة الأجهزة دي أكتر كمان. باحثي روس كمان بيطوروا تقنيات جديدة لبطاريات نووية علشان يستخدموها في الطب والرحلات الفضائية. بس في نقطة مهمة لازم نوضحها، البطارية النووية مش مفاعل نووي صغير، هي مش بتعمل تفاعل متسلسل زي المفاعل النووي. بدل كده هي بس بتستغل الحرارة الطبيعية اللي بتطلع من التحلل الإشعاعي. ده معناه إنه خطر الانفجار أو حدوث تفاعل خارج عن السيطرة تقريبا مش موجود، وده لو الغلاف اللي فيه عنصر يفضل مقفول كويس. الفرق ده أساسي جدا. في المفاعل النووي عندك تفاعل متسلسل بيحصل فيه إن النيوترون بيتسبب في انشطار النواة، وده بيطلع نيوترونات أكتر اللي بدورها بتسبب انشطارات أكتر، وهكذا في عملية ممكن تتحكم فيها أو تخرج عن السيطرة. في البطارية النووية كل اللي بيحصل إن الذرات بتتحلل بشكل طبيعي من غير أي تفاعل متسلسل. ده زي الفرق بين نار متحكم فيها وحريق غابات. كمان البطاريات النووية الحديثة مصممة بطبقات حماية متعددة. النظير المشع بتكون محبوسة جوه مواد بتمنع الإشعاع، وده بيخلي الجهاز آمن سواء في التعامل معاه أو نقله. بس هنا بيجي السؤال، ليه ما بنستخدمش البطاريات النووية في كل حاجة؟ الإجابة بتعتمد على كذا عامل. أول حاجة تكلفة الإنتاج عالية جدا. البطارية النووية بتكلف عشرات الآلاف من الدولارات، في حين إن البطارية العادية بتكلف كام دولار بس. تاني حاجة، في قوانين صارمة جدا على نقل واستخدام المواد المشعة.
ثالث حاجة، في معظم الاستخدامات على الأرض مصادر الطاقة التانية بتكون أكتر عملية وأسهل في الوصول ليها. البطاريات النووية مخصصة في الحالات اللي الخيارات التانية ما تنفعش فيها، زي في المهمات الفضائية الطويلة أو في البيئات القاسية اللي مصادر الطاقة التانية مش متاحة فيها. لو محتاج تشغل ساعة حائط في بيتك، البطارية العادية هتكون عملية أكتر بكتير. بس لو محتاج تشغل حساس على كوكب المريخ لمدة 10 سنين، البطارية النووية هتكون الحل المثالي. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل ونقدم محتوى اكتر على المنصة. وكمان نذكرك في فيديوهاتنا، عايز تعرف اكتر عن الكورسات اللي بنرشحها، امسح الQR كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تلاقي فرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. ايه رأيك؟ كنت تعرف عن التكنولوجيا دي قبل كده؟ كنت سمعت قبل كده عن بطاريات نووية بتشغل المسابير الفضائية بقالها أكتر من 40 سنة؟ إيه أكتر استخدام شايفه مثير للاهتمام؟ استكشاف الفضاء، الطب، ولا مراقبة البيئة؟ سيب لي رأيك في التعليقات عشان أعرف. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات مثيرة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.